حفلنا الكريم، ضيوفنا الأكارم، نحن موعودون مع كلمة لشيخ الوفاء وشيخ العطاء وصاحب الأيدي البيضاء، الشيخ طلال بن وصل بن غنيم الجهني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. باسم قبيلة جهينة ومشايخها وأفرادها وشعراءها وأدباءها، نرحب بكم شيوخ وأعيان ووجهاء وأفراد ومثقفين وشعراء القبائل الموجودة في احتفالنا لهذه الليلة، في تكريم رمز وشاعر قدير له مكانته الأدبية ومكانته العلمية ومكانته الثقافية، جامع بين الثنتين، مرجلة وشعر، ألا وهو الشاعر القدير محمد بن وصل بن ضيف الله المرواني الجهني. ذلك الرمز الذي يشدو بأبيات شعره ويتفاخر ويطرب بهذا الوطن المعطاء، وطن الخير، وطن الوفاء، وطن يجمعنا نحن القبائل تحت سمائه وفوق أرضه. هذا الوطن المعطاء الذي له حق كبير علينا، سواء من مشايخ أو شعراء أو مثقفين أو أفراد القبائل. اليوم ونحمد الله ونشكره أصبحنا لحمة وطنية واحدة، أصبحت القبائل المتعددة التي كانت تتنازع بالأمس أصبحت اليوم في ظل هذه القيادة الحكيمة التي أسسها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ولما شتات هذه القبائل ووحد أركان هذه الجزيرة العربية، وأصبح الوطن اسمه المملكة العربية السعودية. أصبحت هذه القبائل التي تتنازع وتتنافر بالأمس اليوم قبيلة واحدة تحت ظل قيادة واحدة. فهذه القبائل وهذا المجتمع لن يفرط في شبر من أرضه، ونحن سد منيع ضد أي عاد أو معتد على هذه البلاد. أرض الحرمين الشريفين مهبط الوحي تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده بنصر من عنده، ويعمل ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وأمير جيشنا حفظه الله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في خدمة المواطنين، ويعملون على راحتهم تحت راي خادم الحرمين الشريفين. ويجب علينا كأبناء قبائل وأفراد في هذا المجتمع من عوائل متحضرة وبادية أن نشكر الله سبحانه وتعالى حينما نرى ما حولنا من الدول المجاورة من تفكك وشتات وضياع وفقر وجوع، ونحن اليوم نعيش بنعمة الأمن والأمان والرخاء والعطاء. لا يوجد بيننا خائف، لا يوجد بيننا جائع. نحمد الله ونشكره أن جعلنا في هذا الوطن وطن الرسالات، مهبط الوحي،
المملكة العربية السعودية، فنحن كلنا جميعا جنود مجندة لهذا الوطن. كلامي من القلب ليصل إلى قلوبكم، فإذا بدر مني لغو في الكلام أو جلل أتمنى أن تعذروني في ذلك. وفي نهاية حديثي أتمنى للشاعر محمد بن وصل المرواني التوفيق والنجاح، وأن يكون من شعراء قبيلة جهينة الذين يحظون بالرفعة والعزة لهذه القبيلة، قبيلة جهينة التي لها شأن عظيم منذ الجاهلية إلى صدر الإسلام، وكلنا يعلم والحديث يطول عن قبيلة جهينة. وأنا أفتخر جميعا نحن أبناء جهينة أن من أبناء هذه القبيلة، كما تفتخر القبائل الأخرى بأنسابها وأحسابها. أتمنى له التوفيق من كل قلبي، وأتمنى أن يديم الله سبحانه وتعالى عز وطننا وشموخه وأمنه وأمانه، إنه قادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية وبيض الله وجهك على هذه الكلمة.